الإنارة الله يوفقك، ما نطول عليكم إن شاء الله. دقائق إن شاء الله، دقائق. بس قبل الملة شفت موقف أخوتي اللي واقفين لك أبو فاضل قعد. يلا ما نطول. أريدك السيد أنا بس أرتقل السيد من وقع الشاف مولاي شارب وما من وقعت يولا. خلنا ناخذك يا زينب. يقول الإمام الصادق يوم 10 من محرم شيبة هيك خذ عبرة هيك وعلم ان تموت ترى ما توصل لي. وقع السيد 14 واحد شاله برا. الحسين ما حد وصل لي. وصلت على التل. الإمام الصادق يقول شيبت. هسه اريدك تسمعني. ادق له ولا عباس قوم على طولك ولا على طولك وصيح حسين كلكم تنوعتوا له من صاح الملا حسين. كلكم تنوعتوا له. مولاتي زينب علتل وصاحت اخي يا حسين 70,000 واحد تنوع. 70,000. أويلي زينب يا صاحب الزمان. خلنا نقول لك بس هذه الرواية ويكمل لك الملة. قول زينب الرواية شو تقول؟ تقول وصلت مولاتي زينب للحسين. عذرا يا صاحب الزمان، عذرا للسادة. مولاتي زينب علتل شلون شيبت. اذكرها عباس القمي يقول الحسين بالأنفاس الأخيرة. نزلت مولاتي زينب تركض تريد توصل لخيها، تريد توصل للحسين. هنا وصل الشمر يريد يذبح الحسين. فدوة بس اريدك ترسم ببالك. الشمر وصل لمولاتي زينب، وصل للحسين يريد يذبح. مولاتي زينب علتل تشوف الشمر وصل للحسين. الحسين بالأنفاس الأخيرة نزلت تركض. عباس القمي يقول وصلت مولاتي زينب للحسين. حاولت تمنع الشمر عن لا يذبح أخيها. حاولت ما قدرت. يقول العباس يقول الشمر طلع السيف طق مولاتي زينب. انغمى على مولاتي زينب وقعت مغمى عليها. فعل أمن بعد ذبح الحسين. لكن المصيبة وين يا بقية الله؟ تقول الرواية قعدت مولاتي زينب لما فاءت مولاتي زينب لقت يمها جسد لا يرى. هنا المصيبة. الإمام الباقر في أحد الأسواق يمشي الإمام الباقر لقى واحد أعمى ومقرم يصيح يا زهراء الغول. قال له تعال شكو بهالمنيع كثرة الأعداء وانت تصيح يا زهراء. قال له أنا يوم 11 من محرم الجميع لما الغنائم إلا أنا. شوف أنا هذه الرواية هاي اللي حاربوني عليها وسبوني من الساعة ما قريتها لأن الملا قال نكملها بالأخير. عندك قلب وياي وروح ابعث اليوم. قراها السيد محمد الصافي ورجع على السماوي عاته وأنا راح أقول لك بيها. قال الإمام الباقر لهذا الأعمى والمقرب قال له ايش بيك الصغ يا زهراء؟ قال أنا يوم 11 من محرم الجميع لم الغنائم فقط أنا. قال له إيه وش سويت؟ قال رحت للحسين بن علي لقيت بالحسين بن علي ما باقي بس السروال. هو الصيخ ملقب بس احنا خليها بطريقتنا العامية نقول السروال هو الصيخ ما باقي بس الصيخ على الحسين. وصل الحسين مقطوع الراس ابو علي. وصل هذا العربي يريد ياخذ الغنايم. عجبه السروال عجبه. قال له اي وش سويت بعد؟ قال له لما ردت ما اقدر اكمل يا صاحب الزمان. خويا قوة ماشية وليك التفي
قال انا ما اريد تاخذه. شال الحسين ايده اليمنى حطاها. خويا قوة ماشية وليك التفت، فريتك تصد لي ولعد حالي شفت ابا عبد الله بشف عن نصياتهم من شاقفه. رقية رقية دائما ختامنا رقية. 3 سنين رقية يا ولي. الله اكبر. شباب اللي عنده اخت صغيرة بدينا على رقية. الشمر من رجع البيت كلكم سامعين، من رجع البيت الشمر وطلع البناته قال له لابويا زايد لنا من هدية. طلع الشمر طلع تركية رقية. ها الله اكبر. وعلي والحسين الشهيد لو طالبها الشمر من رقية شاشة. اسمع هاي الرواية نقلتها وسمعوها الاخوان من عندي. احد قيادي جيش عمر بن سعد كان جالسا في اواخر الجيش. ابكي رقية الطحاشتك يا شيخ.